العاصمة تظاهرة تفكيرية حول ثقافة الفلان، وذلك في إطار تخليد اليوم الدولي للبقرة. تنظمها وزارة البيطرة بالتعاون مع جمعية تاباتيتال بولاكو الدولية. ترمي هذه التظاهرة إلى خلق فضاءات للتعريف بثقافة الفلان وتعزيز الثروة الحيوانية بشكل عام والأبقار بشكل خاص. تخليد اليوم الدولي للبقرة في نسخته الثالثة يشكل فضاء رحبا للتعريف بثقافة الفلان وتبادل وجهات النظر بين المشاركين الوافدين من دول بوركينا فاسو والنيجر وغانا وبنين والتوغو، بالإضافة إلى موريتانيا، حول هذه الثقافة ذات الأصول العريقة. كما تعتبر هذه التظاهرة فرصة للتشاور والحديث عن التحديات الكبرى التي تواجه التنمية الحيوانية بشكل عام والأبقار على وجه الخصوص في ظل التغيرات المناخية المتلاحقة، باعتبار الثروة الحيوانية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والإفريقي. يأتي انعقاد اليوم الدولي للبقرة كتعبير عن الدور الهام الذي يلعبه الاقتصاد الرعوي في حياة شعوبنا الإفريقية، بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي ومكافحة الفقر، إضافة إلى دوره في تضمين عرى التكافؤ الاجتماعي بين السكان عبر العصور. وهو ما وعته الحكومة الموريتانية بتوجيه سامي من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، حيث تم تخصيص قطاع وزاري خاص بالثروة الحيوانية لأول مرة في بلادنا سنة 2014. لقد عملت الحكومة بإشراف من المهندس يحيى الحدمين الوزير الأول على تطوير البنية التحتية للإنتاج والصحة الحيوانية، وتم مؤخرا اعتماد الخطة الوطنية للتنمية الحيوانية، مما سيساهم في تطوير نظم الإنتاج وخلق نمو مضطرد في الوسط الرعوي. وقد تميز اللقاء بمداخلات لرؤساء لجنة إشراف التظاهرة وجمعية تابيتال بولاكو الدولية وملك الفلان، أجمعوا خلالها على أهمية تكاتف الجهود للنهوض بالثروة الحيوانية كونها نواة اقتصاد شعوب الدول الأعضاء في الجمعية. كما نوهوا بتسهيلات الحكومة الموريتانية في سبيل إنجاح هذه التظاهرة وخدمة العمل التنموي وتعزيز قطاع الأبقار ودعم اللحمة الاجتماعية لشريحة الفلان أينما كانوا. المشاركون في هذا اللقاء التفكيري أبرزوا أهميته في ترقية ثقافات الشعوب وتبادل التجارب في مجال تطوير التنمية الحيوانية خاصة الأبقار. أهمية هذا اللقاء هو لقاء تشاوري، وهو لقاء تبادلي، ويعني تبادل للأفكار، وهو لقاء يجمع عدة وفود، وهذه الوفود كلها يعني كل وفد يحضر ثقافته، وهذه الثقافات كلها تندمج لتتكلم عن العلاقة التي تربط بين البقرة والفلان. ونظرا لأهمية هذه العلاقة فهي تشارك فيما هو اقتصادي. حتى هذا اليوم هو يوم العالمي لتخليد البقرة نقول هون بأنه يعني الفلان. أنا بالنسبة لي البقرة يعني جميع الناس من البيوان وسونيكا ويفر، الحمد لله شفناها اليوم وشاكرين حتى الدولة وشاكرين محمد عبد العزيز الإنجاز اللي عدلوا، هو اللي سهل طرقات فرق. كنا من قدو ما نجبر ياسر من التعوينات، قال الحمد لله سهلنا طرقات فروق، خلانا هاي رواية، جاونا الخطار وشافنا لا شافنا لا أحسن ظروف، والحمد لله يا كامل شاكرين محمد عبد العزيز. وعلى مدى 3 أيام سيذيع المشاركون عروضا تعالج إشكاليات الاقتصاد الرعوي ونظم الإنتاج الحيواني وتحسين السلالات، من في رفع التحديات التي تعيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والتكامل الإفريقي المتعلق بالتبادل الحر للمنتجات الحيوانية. إلى ولاية غورغول، حيث أنهى وزير المياه والصرف الصحي زيارة